السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى بنفطر مع بعض الفراخ بتاعتكم. احنا لسه مصلين الفجر اهوت، وقلنا نفطر الفراخ كده قبل طلوع الشمس كده، وناكلها ونشربها ونشبعها قبل الشمس ما تيجي علينا كده. وبرضه انا بسيب لهم اكل برضه في العشه بتاعتهم، بس الحته دي المنطقه دي الحته دي واسعه كده، فبحب افطرهم في الهواء الاول، وبعد كده ادخلهم في العشه بتاعتهم الساعتين بتوع الشمس. بس اهم حاجه تصلوا على النبي في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا كل جديد. نبدا الفيديو بتاعنا. بنفطرهم كده ونقعدهم وناكلهم. انا عملت فيديو تاني على قناه تانية وفطرتهم، وهفطرهم تاني اهوت، واحط لهم بقيه الاكل. ثواني خليكم معايا اهوت. انا بحب افطرهم كده اهوت، يعني مثلا اللي عندي مثلا عيش مبلول احط لهم عيش مكسر، شويه اكل فايض كده بحب ان انا احطه لهم واكله لهم. اه شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وهنتكلم مع بعض عن التحصينات اللي احنا بنعملها كل يوم، وبنتكلم عنها وبنقول عنها كل حاجة. طبعا التحصينات دي مهمة جدا للفراخ. انت طبعا بتروحي تشتري الفراخ بتاعتك من عند بتاع الكتاكيت، بتشتريها صغيرة مثلا اذا كان عمر اسبوع، اذا كان عمر شهر. طبعا انت متبقيش عارفة اذا كانت هي متحصنة ولا لا، فلازم برضو تأمني على فراخك وكتاكيتك، فتعملي التحصينات دي من البيت. البصل والثوم افضل مضاد حيوي قاتل للميكروب، افضل مضاد حيوي قاتل للسموم والميكروب والديدان اللي في بطن الكتكوت او الفراخ. دي اكتر حاجه بتبقى جميله جدا للفراخ، البصل والثوم. يعني البصل والثوم مضاد حيوي قاتل للميكروبات، قاتل للميكروب عند الطيور. يعني لازم تهتموا بيه جدا جدا جدا، وتستعملوه على طول حتى لو مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع. طيب والعسل الاسود برضو، والخل تحطي مرتين برضو في الاسبوع، معلقتين خل ومعلقتين عسل على لتر ميه، ياكلوا الفراخ برضو يبقى جميل جدا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. فلازم برضو ما تجوعيش الفراخ بتاعتك، بالذات الفراخ اللي بتبيض. الفراخ اللي بتبيض ديت لازم 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 انك انت تشبعيها علشان البيضه بتاعتها تكبر وتبقى كبيره كده، ما تبقاش رفيعه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهو. اهو شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. طيب، لو مثلا لو ما عنديش بصل ولا توم وعايزه ان انا احصل مثلا فراخي، تجيبي الشيح، تغلي كوبايه شيح، يعني معلقه صغيره شيح، على قطر ميه تغليه وتحط لهم لما يبرد يشربوها، جميله جدا جدا. برضو ساعات الفراخ بتاكليها كده وما يطلعش عليها اكل دوت، بتبقى عندها ديدان، فتكتري من الاكل التوم، تحط لهم منقوع التوم، يعني فصين توم في الميه مع الميه الشرب بتاعهم، فصين بس، مع اسمه منقوع التوم. ده جميل جدا جدا. هتلاقي فراخك بسم الله ما شاء الله بتكبر كده وتتحسن وتبقى جميله ومصحصحه كده زي ما انتم ما شايفين، مش عيانين ولا مرضانين اهو. اوعي يفوتك الفيديو، كلام مهم جدا لازم تسمعيه اهو. شايفين؟ يعني البصل والثوم اقوى مضاد حيوي للفراخ في البيت. الفراخ اللي انت بتربيها في البيت اقوى مضاد حيوي، مكون من البيت، هيخلي فراخك مفرفشه بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يا ولاد اهو. اهو. فطبعا زي ما قلت لك انك انت الاهتمام بالفراخ بتاعتك دي شيء مهم جدا، وطبعا نظافه المكان بتاعهم ده شيء مفيد جدا، لازم انك انت تنظفي لهم المكان، علشان دي طيور برضو بتحب المكان المرشوش. يعني انا باجي كده بعد العشاء كده بمسك المكان ده ارشه لهم، مكان الشمس، واكنسه كويس وارشه، ولو عندي جير مطفي ارشرش كده عليه، ما عنديش جير مطفي يبقى انا كده كنسته ونضفته وخليته مية مية، علشان يبقى الفراخ كده مصحصحه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهو. شايفين؟ اهو. ولازم التحصينات يا جماعه، تحصينات من البيت دي بتبقى سهله جدا ومش متعبه حتى. يعني انت مثلا لو بتخرطي اكل، بتعملي طبيخ ولا كده، بتفيد مثلا حته بصله بتحطها لهم، بتخرطها لهم خرط كبيره خرط صغيره، حتى لو خرط كبيره برضه هما بياكلوها.
شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا كل جديد. سلام.